استاذ ايمن، مساء الخير. اهلا، مساء الخير يا كابتن. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. كان هناك موقف قوي للسيد كامل ابو علي معك الموسم الماضي، وصمم على وجودك بالمجلس، بل انه ضحى بالجميع من اجلك. الان انت تضحي بكامل ابو علي وتقدم استقاله في وقت صعب جدا يصعب على النادي المصري، خصوصا انه يمر بازمه تراجع النتائج في الدوري العام، وايضا الخروج من بطوله كاس مصر. طبعا لا، مفيش تخلي ولا حاجه. وانت يمكن كابتن كنت متعايش معانا في اول لما تولينا المسؤوليه في النادي المصري. نعم. الموسم 2009. كانت البدايه صعبه جدا. واعتقد الكل يشهد ان قبلي كامل ابو علي وانا كنت ليا دور كبير الحمد لله معاه. قدرنا ان احنا نبدا النادي من جديد بتطوير اداري ومالي كامل. نعم. تم اعداد فريق كامل اللي انت شايفه النهارده في الموسم الجديد. نعم. الحمد لله عملنا اسس للنادي يمشي عليها مستقبلا. وبالتعاون طبعا مع بعض الاعضاء المجلس. الحقيقه ان احنا اتفقنا على مبادئ معينه ان احنا نمشي عليها. كنت اتمنى ان رئيس النادي طبعا هو اخ عزيز، وطبعا علاقتي بيه علاقه لا تتاثر باي حاجه ولا فيهاش اي حتى الخلافات الخفيفه الموجوده حاليا كلها لا ترتقي، لا يوجد اي اصلا يعني شق شخصي ابدا. امور كلها خاصه بمصلحه النادي. كنا نتمنى المبادئ اللي احنا حطيناها ان احنا نستمر عليها. تفعيل دور لجنه الكره اللي يكون فيها خبراء في مجلس اداره برضك. اللي هم مين لجنه الكره؟ لجنه الكره في احنا مختارين في مفترض ان هو رئيس النادي. وفي المهندس عادل داوود. والاخ عصام الزهيري. وانا. مفترض ان هم كان اللجنه دي بتشوف المقترحات، وبنلجا الى اصلا مستشارين فنيين خارجيين بره اللجنه. نعم. وبنعرض بعد كده على المجلس. نعم. فللاسف طبعا الفتره اللي فاتت ديت مفيش اخبار ابدا، مفيش انعقاد للجنه الكره. طبعا احنا طبعا مقدرين جدا الدور اللي كامل ابو علي بيقوم بيه في النادي المصري. وانا طبعا الموضوع ده على يدي انا. المصروفات الكتيره اللي هو بيصرفها على النادي بحب واخلاص للنادي عشان خاطر يسعد شعب بورسعيد. نعم. بس احنا كنا عايزين نفعل الكلام ده زي ما موجود في الانديه الكبيره. الفتره اللي فاتت ديت زي اخر مره مثلا اقاله الكابتن مختار. احنا عرفتها، انا عرفتها من الاعلام. القرار عشان اتحمل مسؤوليته لازم اكون اشارك فيه. لازم يتعرض على المجلس. نتشاور فيه. عشان كلنا بس هو كلامه دلوقتي بيقول انه اسهل حاجه هيطلع الاعضاء يقولوا احنا عرفنا من الجرايد وعرفنا من الاعلام، وبالتالي انا مش عايز اتكلم عشان ما اجرحش في حد. لا، اقول لحضرتك يعني برضك اقول لحضرتك حاجه. انا مش عايز ان انا يعني طبعا ما نوصلش احنا لمرحله ان انا ورئيس النادي هنقعد نتكلم مع بعض. نعم. على الملأ. لان احنا برضك النادي ده محترم وكامل له معزيه خاصه طبعا. نعم. واحنا اصلا يعني علاقه اكتر من بعدين النادي له خصوصياته. وطبعا ما اتمناش كده. انا اللي بتمناه دلوقتي حاجه واحده بس. ايوه. ان احنا كلنا انا خد بالك انا طبعا النهارده عندي موعد مع السيد المحافظ ان هتقدم باستقالتي. بس انا بقول لازم كلنا حتى لو انا من بره النادي كلنا هنلتف حوالين النادي الفتره اللي جايه. استاذ ايمن معلش الله يخليك يعني عشان بس الكلام يبقى يعني ما تزعلش مني يدخل الراس يعني. نلتف حوالين النادي ونقف خلف النادي ونساعد النادي، وانت راح تقدم استقالتك كمان ساعتين. ازاي؟ يمكن وجودي خارج النادي يبقى مفيد للنادي. الراجل دلوقتي على الهواء قال بالعكس، قال انا برحب بوجود ايمن جبر وانا بالعكس مش متخلي عنه واحب انه يكون موجود معانا في النادي، وكان كلامه واضح جدا يعني. انا اقول لحضرتك حاجه يا كابتن معلش. انا عشان برضك انا يعني الكلام برضك حضرتك بتقول يكون كلام منطقي. نعم. انا ما بقولش كلام الا منطقي. انا بقول لحضرتك يمكن في خلفيات وفي عدم انسجام موجود جوه المجلس. يمكن رئيس المجلس مش يعني مش عايز ان هو يتطرق ليه. انا مش عايز افتح جروح. عشان كده يمكن الواحد البعد عن المجلس يمكن يكون فايده للناس انها تنسجم، يبقى مفيش انشقاقات جوه المجلس. فده كان كلامي. واخد بالك؟ بعدين رئيس النادي لو قعدنا يعني معاه وشفنا الوضع بالظبط وشفنا حلول، انا مستعد ان انا. طيب يبقى ده افضل يا استاذ ايمن. هو الراجل بيقول انه في المغرب، يعني انا بتمنى او برجو او بطلب من حضرتك انك تؤجل هذه الاستقاله. وشايف كلامك كله حب على السيد كامل ابو علي وكلامه برضه كله حب واحترام عليك، فانا برجو من حضرتك انك تؤجل هذه الاستقاله لحين عوده السيد كامل ابو علي. خلي بالك انا شخصيا اكثر الناس انحيازا للمصري، للاسماعيلي، للاتحاد، للمحله، لكل الانديه الشعبيه، والمصري وما ادراك ما هو المصري وهو مكانته عندنا جميعا يعني.
انا يعني اذا انا برضو انا لا املك على فكره، انا مجرد اعلامي فقط لا غير، لكني محب لهذا الصالح العريق وهذه المدينه الجميله الباسله يعني. فاذا كان في الامكان ان تؤجل هذه الاستقاله لما بعد عوده السيد كامل ابو علي وتتكلموا، واعتقد ان نقاط الخلاف بسيطه جدا، قد تكون خلاف في وجهات النظر، قد تكون خلافات في الرؤى، وانت رجل بسم الله ما شاء الله يعني لك كل التقدير والاحترام، ونفس الامر لزملائك المستقلين ومن قبلكم السيد كامل ابو علي، من اجل صالح بورسعيد يعني. هذا رجاء اذا كان في الامكان تحقيقه يعني. لا طبعا انا يهمني مصلحه النادي اولا واخيرا. نعم. واخد بالك، وبرضك علاقتي بالاستاذ كامل تمام وطيده، ما حد الحمد لله ما حدش يقدر ياثر فيها. تمام. حتى لو حد بيصطاد في الماء العكر ما يقدرش ان حد يخترق العلاقه دي ابدا. تمام كويس. دي شور. نعم. واخد بالك. الحاجه الثانيه ان انا النهارده عندي لقاء مع السيد المحافظ هتناول هذا الموضوع برضك، ان هو شخصيه طبعا محترمه جدا 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 جدا، رجل فاضل اللي هو طبعا مصطفى عبد اللطيف. انا بتصور انه انا بالك انا ما عنديش مانع ان انا هتكلم مع السيد المحافظ النهارده. نعم. بالك، وهنتظر برضك الاستاذ كامل. ايوه. وانا اتمنى ان احنا طبعا مصلحه النادي فوق كل اعتبار. نعم. اشكرك واتمنى يعني كمان انك تقنع الزملاء المستقلين كمان فتره هذه الشهور يعني لم الشمل. برضك في نقطه يا كابتن شوبير بعد اذن حضرتك عايز اقولها. اتفضل. انا فوجئت برضك بناس بتقول لي امبارح في برنامج الكابتن مدحت شلبي نتناول برضك الموضوع، بس اتكلم يعني بطريقه طبعا غير لائقه معانا عليا. مثلا قال لك ان هو دي مركب وناس بتنط من المركب وكلام من ده. اعتقد ان الامور ما تتاخدش من وجهه نظر واحده دون من يسمع الطرف الاخر. نعم. فاعتقد انا لومت طبعا الكلام ده، بس للاسف ما عرفتش ان انا كنت على طريق، ما عرفتش اعمل مداخله معاه. نعم. انا حبيت انوه ان طبعا قناه مودرن قناه محترمه. اشكرك. لازم انوه في اي برنامج. نعم. طب انا بتمنى انه الامور يعني تعالج بهدوء وبما لك من حكمه وبما لك من خبره، وايضا زملائك المستقلين الاستاذ ابراهيم الزيني والاستاذ عادل داوود لم اتشرف الحقيقه بالحوار او بالكلام معهم، لكن اعتقد ان انتم قادرين الحقيقه ان انتم تعيدوا الامور عشان ندي كل واحد حقه بعد اذن حضرتك. نعم يا فندم. المهندس ابراهيم الزيني ده راجل مهندس، راجل محترم جدا. نعم. وله دور كبير جدا في انشاء الملاعب التدريبي اللي هتقام ان شاء الله قريب بالتنسيق مع المجلس القومي للرياضه. نعم. نفس الكلام المهندس عادل داوود كان ليه دور فعال في قطاع الناشئين وادوا دور. نعم. الناس دي ناس رجال اعمال محترمه جدا. تمام. وليها دورها وليها احترامها في المجتمع البورسعيدي. نعم. فاعتقد ان هو خروجهم اعتقد انه خساره للنادي. اعتقد ان خساره للنادي وخساره للمجتمع. ده دورك في الوقت الحالي. اعتقد ان انت قادر انك تعيدهم مره اخرى لحين عوده السيد كامل ابو علي من المغرب ويتم لم الشمل، لانها واضح انها خلافات هينه ويعني بسيطه، خلافات في وجهات النظر يعني اعتقد انها من الممكن حلها من اجل صالح بورسعيد ومن اجل صالح النادي المصري، اذا كنت توافقنا الراي يا استاذ ايمن. متشكرين جدا طبعا، وجهه نظر محترمه، وعلى الله ربنا يوفق الجميع ويوفق النادي المصري كده، وعايزين الجمهور يبقى ورا النادي المصري الفتره اللي جايه، انها فتره عصيبه وان شاء الله هنقود يعني الكبوه دي هتعدي باذن الله. اشكرك على استجابتك وكل التمنيات الطيبه لبورسعيد والنادي المصري. عوده بعد الفصل.